ماما ممكن تفتحي لي ده؟ ماشي، بس هتعمل بيها ايه دي؟ اهي اتفضل. حطها في التلاجة على طول اول ما تخلص. سهلة اهي، مش محتاجة راجل يعني. انا نور الصواف وده التاتش بتاعي. من حوالي 10 سنين تقريبا كده كل بنت في مصر بقت ماشية تقول أنا strong independent woman، أنا الست المستقلة القوية. طب هو فجأة كده الستات في مصر والعالم كله قالوا الجملة دي بدون سبب؟ أكيد في سبب وأنا عارفاه. أنت عارفه؟ غالبا لأ. هقولك، بس قبل ما اقول لك كيف بدات السترونج خليني اقول لك هم وصلوا لفين من قوه وسيطره. الملياردير جيف بيسوس كان قاعد مع الفريق بتاعه في شركه بلو اورجن بيفكروا في حمله دعايه لمشروعه سياحه الفضاء. في اللي اقترح يجيب توم كروز وفي اللي قال لا تايلر سويفت، لحد ما جت خطيبته الاعلاميه لورين سانشيز وقالت له بص يا بيبي احنا نجمع الستات كلهم في رحله واحده وتبقى اول مره يكون في طاقم نسائي بالكامل في الفضاء. طبعا عم بيزوس وافق على الفكره، مش عشان قالت له يا بيبي خالص، لكن علشان الرسالة اللي وراها. ركزوا معايا كده في اللي ورا الفكرة دي. لما تبقى راجل وتوافق تطلع ستات بس في رحلة للفضاء، كده انت بتكسر لهم حاجز في مجال كان حكر على الرجالة بس. يبقى كده جيف بيسوس من ناحية عمل دعاية، ومن الناحية التانية بيخش التاريخ من باب انه صاحب الصاروخ. لا مش ده الصاروخ اللي اقصده، انا اقصد الصاروخ اللي بجد. لورين بنفسها اختارت الستات اللي هيطلعوا الرحله، وكان اساس الاختيار ان كل واحده منهم تبقى حققت انجاز كبير، زي المغنيه كاتي باري والمذيعه جايل كينج وعالمه الصواريخ عائشه بو. الصاروخ لما طلع بيهم ووصلوا لاكتر من 100 كيلو متر فوق سطح الارض، وبعدين الكبسوله نزلت تاني بعد 10 دقائق، ثانيه واحده هي الهيصه دي كلها عشان 10 دقائق؟ لا ما تستغربش خالص، هم صحيح 10 دقائق بس عملوا بيهم تاريخ جديد للمرأة السترونج اندبندنت وومن. طبعا انت دلوقتي بعد السسبنس ده كله عايز تعرف الاسم ده السر وراه ايه. هقول لك شريكي في التاتش. في نهاية القرن ال19 ظهر لأول مرة مصطلح المرأة الجديدة. الكاتبة سارة جراند هي اللي استخدمته سنة 1894 في مقال كتبته بعنوان الجانب الجديد لقضية المرأة، وقالت فيه الستات مش مجرد زينة للبيت، دول عقل وطموح وعندهم استعداد يغيروا المجتمع. بس أكيد أنت شايف إن الكلام ده كليشيه وسمعته 1000 مرة، بس وقتها كان غريب وجديد. هتقولي ازاي؟ هفاجئك بحاجة غالبا مش هتصدقها عن وضع الستات زمان. المجتمع وقتها كان بيشوف الست مجرد أداة تلقيح للراجل وبس. قبل ما أي حد يقول حقوق المرأة أو المساواة، كانت الست في أوروبا مكانها معروف، البيت والمطبخ وبس. يعني ببساطة كانت بتتولد تتربى شوية يجوزوها، تبدأ بقى رحلتها في تربية العيال وخدمة جوزها. الراجل الأوروبي هو كان المتحكم في كل حاجة، هو اللي بيملك هي لا، هو اللي بيشتغل هي لا، هو اللي يختار هي لا، هي بس اللي عليها انها تقول سمعا وطاعة. خد بالك احنا الراجل اللي بنتكلم عنه ده الراجل الأوروبي، مش الراجل الشرقي بتاع سي السيد والست أمينة. الفترة دي سموها الحقبة الفيكتورية في بريطانيا. في الفترة دي كانت مواصفات الست المثالية بالنسبة لهم هي الست الخاضعة اللي مستحيل أبدا إنها تقول لأ للراجل، ومن سابع المستحيلات يكون ليها رغبات حب أو مشاعر. حد يسألني يا نور، طب لو واحدة ست قالت أنا بحب فلان أو نفسي في كذا، هقول لك في نظر المجتمع تبقى الست دي منحلة، وطبعا كمان بتبقى وصمة عار، عشان الست في الوقت ده هي ملك جوزها حرفيا، هو بس اللي من حقه يتبسط وهي مجرد وسيلة عشان يخلف منها عيال. والقوانين كانت ضد المرأة في كل حاجة. الست المتجوزة صعب انها تطلب الطلاق، وغالبا كان التعليم بينحصر في شوية دروس موسيقى على ورشتين تعليم خياطة كده علشان تعجب الراجل اللي هيتقدم لها. بس بقى لو عايزة تتعلم طب او هندسة، ممنوع ممنوع ممنوع، forbidden. أما بقى لو كانت ست فقيرة فهي مضطرة تشتغل في شغلانات صعبة ومهينة علشان تعرف تعيش. ده غير إن هم ملهمش الحق في التصويت في الانتخابات. حساك كده عايز تعرف إزاي الأوضاع دي اتغيرت وبقوا سترونج إمتى؟ بص يا سيدي، في وسط سكوت الستات على حقوقهم طلع 2 ستات اتقال عليهم مجانين بسبب أفكارهم المتحررة والعجيبة، أوليمب من فرنسا وماري من إنجلترا. الفرنسية أوليمب ديجوج كانت أرملة في سن صغير جدا، علمت نفسها بنفسها وبعدين راحت على باريس وهناك قلبت الدنيا. بدأت تتكلم بصوت عالي عن أفكار محدش بيقرب منها خالص. قالت إن الستات لازم يكون ليهم نفس الحقوق اللي عند الرجالة. وفي سنة 1791 كتبت إعلان حقوق المرأة والمواطنة. ولما قامت الثورة الفرنسية كانت ماشية تقول للناس طب والستات فين حقهم؟ ولا احنا بنقوم بالثورة للرجالة وبس أو علشان الرجالة وبس؟ الرجالة طبعا قالوا لها اسكتي، بس هي ما سكتتش.
وده كان ثمنه غالي. في سنة 1793 اتقبض عليها واتعدمت بالمقصلة بسبب مواقفها السياسية، بس قبل ما تمشي سابت أثر كبير وخلت الناس في فرنسا يبدأوا يسألوا هو ليه فعلا الست ملهاش صوت. نروح بقى لإنجلترا، وهناك نلاقي ماري وولستون، ست مش بتجامل خالص، كانت فيلسوفة دماغها شغالة وكمان سابقة عصرها. في سنة 1792 كتبت كتاب اسمه دفاع عن حقوق المرأة. هي كانت شايفة ان المشكلة مش في الست، المشكلة في المجتمع اللي مش بيديها فرصة تطلع اللي جواها. والحقيقة ماري كان حظها احسن شوية من أوليمب دي جوج اللي اتعدمت في فرنسا. هي ماتت طبيعي وهي عندها 38 سنة وهي بتولد بنتها بسبب حمى النفاس. طب هو العالم كان مستني 2 ستات عشان يغيروا الأوضاع؟ هجاوبك واقول لك واضح انه فعلا كان مستني، والدليل اللي حصل بعدها بكذا سنة. في نص القرن ال19 بدأت أوروبا تتغير لما قامت الثورة الصناعية. الرجالة سابوا الأرض والمراعي وراحوا يشوفوا رزقهم في المصانع، والستات خرجوا كمان للشغل بس بأجر أقل. الستات هنا بقى بدأوا يقولوا طب ما دام احنا بنشتغل زي الرجالة بالظبط، احنا ليه مرتباتنا أقل منهم؟ لأول مرة بدأت الستات يتحركوا بشكل منظم عشان يطالبوا بحقهم في التعليم والتصويت والطلاق. بس كل اللي فات ده كان مجرد شعارات وكلام. خد مني بقى اللي حصل في بريطانيا. في بريطانيا ظهرت حركة اسمها السفراجيتس. الكلام ده كان في أوائل القرن العشرين، ودول بقى ما كانوش بيكتفوا بالشعارات والخطب، كانوا بينزلوا الشارع ويكسروا الشبابيك ويولعوا كمان في صناديق البريد ويربطوا نفسهم في سور البرلمان ويعلنوا الإضراب عن القتل جوه السجون. لو تركز كده هتلاقيني بتكلم عن نوع جديد من الستات ما كانش موجود قبل كده. ست بقت قوية ومستقتلة على حريتها عكس الست بتاعة القرن ال18. من أكتر المشاهد اللي لسه محفورة في تاريخ السترونج اندبندنت وومن مشهد إيميلي ديفيسون في سباق الخيول سنة 1913 وهي بتحاول تثبت علم حركة السفراجيتس على الحصان، بس للأسف ماتت في مهمتها الانتحارية دي. بس موتها غير حاجات كتير قوي، عشان بعدها ب5 سنين الستات في بريطانيا خدوا أول خطوة في حق التصويت للي فوق سن ال30، وفي سنة 1928 خدوا كل حقوقهم الكاملة في التصويت زي الرجالة. طب استنى، أكيد بتسأل نفسك دلوقتي هو ده كان بيحصل في بريطانيا بس؟ لا طبعا، الستات في فرنسا وألمانيا وأمريكا كانوا في الميدان برضو، والتنظيمات النسوية بدأت تنتشر في أوروبا كلها. أكيد في بالك دلوقتي سؤال مهم، طب وإحنا في مصر إحنا فين من ده كله؟ أنا سألت نفس السؤال ده قبلك طبعا. في نفس التوقيت اللي كانت فيه إيميلي بتواجه الحصان، كانت ستات مصر بيهتفوا في وش الإنجليز في ثورة 1919. الست المصرية كانت في الصفوف الأولى بتكسر الصورة النمطية لليشمك والبرقع والحراملك. هدى شعراوي بعد الثورة سنة 1923 أسست الاتحاد النسائي المصري، وطلعت أول مظاهرة نسائية في مصر وكان ليها مطلب واضح، الست زي الراجل ليها صوت وليها دور. فلو كنت فاكر إن السترونج اندبندنت مستوردة، فأنا جاية أقولك لأ، إحنا كان عندنا هدى شعراوي وصفية زغلول وسيزا نبراوي. خلونا الأول نوضح نقطة مهمة كده بسرعة. مطالبات الستات بالحرية والاستقلال اتقسمت على مراحل، موجة نسوية أولى وتانية وتالتة. اللي شرحناه قبل كده في كل اللي فات كانت الموجة الأولى. اسم الموجة التانية ده بقى عرفناه سنة 1968 لما الصحفية الأمريكية مارثا وينمان لير كتبت مقال في نيويورك تايمز بعنوان الموجة النسوية التانية، عشان توصف اللي عملوه الستات في الخمسينات بعد الحرب العالمية التانية. طب اشمعنى الوقت ده بالذات؟ تفتكروا الستات وقتها عملوا ايه؟ لما قامت الحرب طبعا الرجالة راحوا الجبهة، والستات هم اللي نزلوا الشغل، مسكوا المصانع والمزارع. بس أول ما الحرب خلصت الرجالة رجعوا قالوا للستات شاكرين جدا، تسلم ايديكم، ارجعوا بقى للمطبخ. طبعا الستات الكلام ده ما كلش معاهم خالص، ضحكوا عليه وقالوا بيت ايه اللي نرجعه بعد ما اكتشفنا ان احنا قادرين ان احنا نمشي الدنيا من غير رجاله عادي. في نفس الوقت ده ينزل السوق كتاب اسمه اللغز الانثوي، كتبته واحده اسمها بيتي فريدن، خلى الستات يتمسكوا بحقوقهم اكتر من الاول. الست دي بقى قالت ان الستات رغم انهم بيعملوا كل حاجه صح، بيتجوزوا يخلفوا بيطبخوا، بس جواهم حاجه ناقصه، يعني عامله كل اللي المفروض تعمله وبرضه مش مبسوطه. طب ليه؟ فريدن قالت لك المشكله مش في الست، المشكله في المجتمع اللي حطها في قالب من غير ما يسالها تحبي تبقي كده ولا لا. اقسم بالله لو كان في فيسبوك وقتها كان هيكسر الدنيا بالشيرز. الكتاب ده فتح ابواب لاسئله ما كانتش بتتسال. ليه الجواز بيخنق الست؟ ليه مش من حقها تكون قياديه او باحثه او حتى مخترعه؟ ومن هنا
الموجة التانية اشتغلت على مطالب جديدة، مش بس نشارك الراجل في الحقوق، لا احنا نشارك ونتساوى ونختار اللي على مزاجنا كمان. الموجة التالتة بقى كانت مختلفة خالص، بدأت في التسعينات وكان فيها طاقة تمرد مش طبيعية. هنا ظهرت حاجة مهمة جدا اسمها النسوية التقاطعية. هو الاسم ضخم شوية بس فكرته بسيطة أوي. واحدة اسمها كيمبرلي كرينشو، ناشطة ومحامية أمريكية، قالت إن مش كل الستات بيعانوا بنفس الشكل. يعني ست بيضة غنية غير ست سودة فقيرة غير ست من طبقة عاملة، كل واحدة عندها مظلمة غير التانية. يعني من الآخر النسوية مش شكل واحد، لأن كل ست غير التانية. طب وإحنا فين بقى من الموجة دي؟ في التوقيت ده في مصر كان في ستات برضو بيتكلموا وبيكتبوا وبيغيروا الواقع بطريقتهم. كاتبات زي نوال السعداوي اللي بدأت بدري جدا من الستينات، وفي التسعينات كان ليها تأثير كبير وسط الجيل الجديد اللي بدأ يقرأ. نوال كانت مثيرة للجدل بس محدش يقدر ينكر إنها هزت مفاهيم كتير. استعد بقى عشان الكلام اللي جاي ده سخن شوية. الست دي كتبت كتاب اسمه المرأة والجنس في بداية السبعينات، وساعتها الدنيا اتقلبت بمعنى الكلمة. نوال السعداوي في الكتاب ده كانت بتتكلم كطبيبة ومثقفة وست مصرية، وكتاب المرأة والجنس ناقش حاجات محدش كان بيقرب منها زي الختان اللي الكل كان بيقول عليه وقتها دي تقاليد أو طهارة. نوال قالت ده جريمة، ده قهر، ده تحكم في جسد البنت قبل حتى ما تفهم يعني ايه جسد. وانتقدت فكرة ان شرف الست في جسمها، وقالت لا، شرفها في عقلها وفي اختياراتها. تمام، نقفل بقى على نوال بالسقف العالي ده وننط على الموجة الرابعة. بس لحظة كده، خد نفس وركز معايا عشان اللي جاي مش مجرد موجة نسوية عادية، ده تسونامي. الموجة الرابعة بدأت تقريبا من 2012 لحد دلوقتي. دي بقى النسوية اللي طلعت اونلاين بعد ظهور السوشيال ميديا. الستات بدأوا يحكوا قصصهم عن التحرش والعنف والتمييز والكبت وكل حاجة ما كانوش قادرين يقولوها زمان. ومع انتشار الموجة الرابعة بدأت تظهر صورة جديدة للست، الست اللي مش محتاجة وصاية من راجل ولا محتاجة حد يعترف بقيمتها عشان هي عارفة قيمتها كويس. هنا بدأ يتبلور مصطلح سترونج اندبندنت وومن. في الأول كان مصطلح إيجابي جدا، بس مع الوقت الصورة بدأت تبقى كليشيه، وبعض الستات هم كانوا للأسف السبب. بقى في نمط كده من السوبر وومن اللي مش بتضعف أبدا. يعني لو الست وقعت أو عيطت أو تعبت شوية يقولك فين قوتك بقى، مش انت اللي سترونج اندبندنت؟ طب نيجي للسؤال المهم، الست خدت كده كل حقوقها؟ خد الصدمة، لا. المنتدى الاقتصادي العالمي بيقول ان العالم هيحتاج حوالي 131 سنة عشان يقفل الفجوة بين الرجالة والستات. يعني الست هتاخد كل حقوقها مش قبل سنة 2158. خبر ابيض، يا هنا من يعيش. وده بناء على تحليل 146 دولة في التعليم والصحة والاقتصاد والتمثيل السياسي. يعني ببساطة لو بنتك أو بنتك اتولدت النهاردة في 2025 ممكن حفيدتها هي اللي تعيش في عالم فيه مساواة حقيقية. بس لما نبص لورا ونشوف الكام تاتش اللي اتحطوا في الطريق، من أول الست اللي اتسجنت عشان طلبت بحق التصويت لحد الست اللي بتكتب بوست دلوقتي وبيوصل صوتها لملايين الناس، هنعرف إن النسوية ما كانتش يوم قضية ستات ضد رجالة، كانت دايما قضية إنسان ضد الظلم، قضية أنا موجودة وعايزه اعيش بكرامه زيك. انا نور الصواف، وده كان التاتش بتاعي. ما تنساش بقى يا شريكي في التاتش انت كمان تعمل التاتش بتاعك باللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان اشوفكم في الحلقات اللي جايه.